السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 4، أهلا بيكم. يا رب إن شاء الله تكونوا ذاكرتوا lesson 1. هنبدأ النهاردة نحل بعض الأسئلة البسيطة على lesson 1. اوكي، دلوقتي أول حاجة بيقول لي ايه؟ نبدأ نقرأ بالراحة. ستارج جاما، احنا أخدنا دي فين؟ أول صورة في الكتاب، دي السحلية اللي بيتكلم عنها. keeps cool، بتخلي نفسها باردة كده وجميلة. ازاي؟ وقت الهوت sunny day. by finding، أيوة تمام، by finding shaded area، محفوظة من الأول. طيب number 2 adaptation help the living organisms in the following except. طيب أول ما يجيلي سؤال فيه except دي أقرأ السؤال كذا مرة قبل ما أدور على الإجابة، تمام، وأحاول أفهم نفسي. بيقول لي إيه؟ adaptation اللي هو التكيف، help living organism بتساعدهم في كل اللي جاي، يعني معظمه كلهم صح ما عدا واحدة بس except. هو بقى عايز الحاجة الغلط، تمام. فنبدأ بقى ايه، نقرا تاني مع الايه، مع الإجابات. أول حاجة الادابتيشن، التكيف، بتساعد الكائنات الحية على كل اللي جاي ما عدا. هدور على الغلط، فأنا هقعد أقول هل هي بتساعدهم في السرفايف؟ فهو كان بيقول ايه؟ adaptation character help living organism to survive and reproduce. يبقى الاتنين دول صح. وكلمة hiding دي يعني يستخبى، هي الكاموفلاج اللي هي كانت way of adaptation، يفضل دي. تمام. طيب تعالوا كده نتأكد تاني ان دي هي الصح. تاني كده، الادابتيشن بتساعد كل الكائنات الحية في كل حاجة ما عدا ان هم يموتوا. يبقى انا اجابتي كده صح 100%. تمام. طيب خلي بالكم ان هو ايه يعني، امتحان محافظة يعني مهم. تمام. طيب ندخل على اللي بعده. بيقولي penguins live in polar climate which. البنجوينز عايشة في البولر كلايمت. هل البولر كلايمت دي one of hottest climate، ولا coldest climate، ولا like rainy climate، ولا forest climate؟ طبعا climate هنا معناها المناخ. فهل هي اسخن مناخ على الارض، ولا ابرد مكان على الارض، ولا ريني بتمطر على طول، ولا فورست غابات؟ طبعا احنا حافظينها زي ما هي كده، one of coldest climate of the earth. اوكي. طيب ندخل على number 4. which of the following way help penguin to adapt to live in polar climate؟ يعني ايه؟ مين في اللي جاي بيساعد البنجوين انه يقدر يعيش في البولر كلايمت؟ فبيحكي لي، بيقول لي هل ان البادي متغطي بسكن؟ ده بنجوين يعني بيرد، يعني متغطي بفيذر وايه، دنس فيزر وثيك لاير اوف فات. فانا اقعد ادور على الايه، على الحاجتين مش واحده. طيب تاني واحده بيقول لي the body are covered with dense feather only. اول ما يقول لي only كده ابدا اقلق. لا كده، طب انا هكمل بقى. هو فعلا هو بيتغطى بدنس فيذر بس مش اونلي. طيب هل هو ثيك لاير اوف فات واونلي برضه؟ لا، يبقى انا كده ايه، ولا اونلي ولا اونلي. هلاقي ان اخر واحده هي فعلا كل الكلام صح. بودي بيتغطى بدنس فيذر وتحته ثيك لاير اوف فات. علشان كده ايه، علشان كده البنجوين بيقدر يعيش في البولر كلايمت. بعد كده بينجوينز فيت، رجليه ازاي بتقدر تعمل ايه ادابتيشن، عايشه ازاي؟ يعني لو رجله ساقعه بيعيش ازاي ده؟ اول حاجه هل انه عنده warm blood vessel تعمل wave around cold blood vessel؟ ماشي، الكلام ده انا سمعته قبل كده. طيب هل الورم بلاد فيزل ويفز around تويز؟ ايه ده، ايه تويز دي؟ اللي هي صوابعه؟ لا احنا مخدناش حاجه اسمها تويز. around its toys برضو نفس الكلام، ما اخدتش انا الكلام ده، يبقى ده غلط وده غلط. تمام. طيب هل الكولد فيزر ويف around dense فيزر؟ لا ايه الكلام ده، ما خدناهوش. هي دي واحنا واخدينها كده مع بعض في الايه، في الجزء ده. طيب number 6. Penguins feet have blood vessels that bring. تمام، الفيت بتاعته عندها blood vessel بتعمل bring مين up؟ تفتكروا مين اللي بيطلع لفوق؟ الورم بلاد، ولا الكولد بلاد، ولا الورم بلاد والورم ووتر؟ تمام، خلي بالكم صح. هنا يعني هنا جايب لي ايه، warm water و warm blood و cold blood و cold water عشان يلخبطني. فكلمة water دي لا ما تنفعنيش. تمام. طيب انا بقى دلوقتي المفروض اللي بيطلع فوق، طبعا نفتكر الصورة كان فيها ايه؟ كان فيها blood vessel بتطلع لفوق، بتاخد دم لفوق يعني، و blood vessel بتنزل دم لتحت.
تمام. فنقعد بقى نفكر بالراحة. اللي نازل من فوق لازم يكون warm، خلاص. واللي طالع لفوق، اللي جاي من رجليه وطالع لفوق، ده ايه؟ ده cold. ولذلك هو بيقول لي مين اللي بيطلع لفوق؟ cold اهو. طب الكولد ده cold blood ولا water blood؟ طيب بعد كده the presence of thick white fur adaptation in اه طيب، هو مين اللي عنده وايت فur؟ فار ولونه ابيض، طبعا البولار بير. تمام. بعد كده بيرز هنا ما حددليش انهي بير بالظبط، بس بيقول لي ايه؟ that live in forest، اللي عايشه في الفورست، الفرو بتاعها. تمام. نقط that polar bear، يبقى هنا هيقارن ما بين البيرز اللي عايشه في الفورست، اللي هم البراون والدارك بير والبلاك بير، وهيقارن البولر بير معاهم. طب اللي عايشين في الفورست لونهم افتح من اللي عايشين في السنو، ولا اغمق، ولا شبهه، ولا افتح شويه؟ طبعا هي داركر ليه؟ لانه الجماعه دول لونهم ايه؟ براون او ايه؟ او بلاك. طب البراون والبلاك دول بالنسبة للون الوايت ايه؟ داركر، يعني ايه؟ اغمق منهم. تمام كده يا شباب. ده كان معايا اول بيج في lesson 1 نحل فيه التشوز، وان شاء الله نكمل المرة الجاية. سلام عليكم.